انا والله ما فهمت اخواتي، يجوا لي يهضرنا على الدجاج، واش نهضر لك على الدجاج انا وزير الفلاحه انايا ولا ما فهمتش انايا؟ هو قاطع جد مو نتايا، كيف تقول لي الدجاج 60000 الكيلو وانت راح تشري فيه؟ البارح يا عجب 4000 شيه دجاجه ما تسعى، الجناح ما يصحلكش، الريش هذاك ما تصيبوش، سبعه يروحوا عند الجواج، السلام عليكم كاين دجاج ولا ما كاينش؟ غالي دار قاعد زاير ما لقاش الدجاج، هو على بالو باللي غالي وراح يحوس عليه، راك تشري فيه نتايا يا اخي راهو غالي، هو قاطع الحاجه، انا نروح نشري حاجه نشوفها غاليه ما ناكلهاش، واش كاين ومن بعد كتشري الدجاج هذا واش واك حياتك كاع تاكل في الدجاج، واش درت نتايا؟ يا اخي راك تاكلو منا ترميه في الحفره منايا، واش ما تخدم به انت ولا تخترع به ولا ما فهمتش انايا، قاطع جدو الحلوف، لازم نتعلموا نقاطعوا الحاجه، حنا ما نقعدوش نهضروا عليها ونديروها زعما هاني روح اسيدي، راني هضرت للجواج انا وقلت له يا الجواج وعلى راك تخليه فيه وعلى راك دير له، راح يسمع لي انا، يا الجواز هذا راهو يشري فيه والاخر يشري والماكله غاليه ويدخلوا منها ويدخلوا في 7000 حاجه، حنا نتعلموا ما نشوفش الحاجه هذيك، حنا كنت عندنا ثقافه باش نقاطعوا، كل حاجه تمشي نورمال، يا عجب اي حاجه تغلى تحلى، اي حاجه تغلى، اخي الطوموبيلات غلاو، روح انت لا تصح لك طوموبيل، والله ما تصح تقلب الدنيا ما تصيبهاش، ويشكوا ما تشكوش خويا، ما عجبتكش هذيك الحاجه لقيتها غاليه ما تشريهاش، نتعلموا نقاطعوا يا رب العالي، البيض هذاك انتم تتلهفوا عليه حتى ولا 2500 ومن بعد يا سيدي راك ما تاكلش البيض 5 ايام وراه المشكل، واش حيصرى لك زعما كي ما تاكلش حتى 5 ايام، واشنو زعما شغل مخك انت داخل معمر بالاختراعات والافكار ومعمر وكما تاكلش البروتين هذاك يروح لك افكار، ما كاش يا اخي الكريم ما كاش، يا اخي راك تاكل الدجاج البيض الحلام الكرياتين البيراتين وما درت والو غير راك تاكل وتروح للفيسي، هذا واش راك دير، ماذا بينا نتعلموا نقاطعوا هذه الحاجه، حاجه دارت 60000 ما نشروهاش، دارت 100000 ما تشريهاش، قادر تشريها كلها وطفي الضوء، كلها وطفي الضوء، ما نقعدوش دايرين حكايه حنايا انا غلات دارت وحنا اللي خلقنا هذا المشكل وحنا اللي خلقنا هذه الازمه وحنا اللي خلقنا هذا الغلاء، اش حنا خلقناه؟ سبحان الله العلي العظيم، ماشي على جنة طلاين هما اللي غلاوه ولا علاه من جو طلاين يشرو فيه، ما كاش، دوك نروح انا وياك دوك عند الجواجن والله ما نصيبو دجاجه ما تصيبهاش، وكاع يشكو وكاع يشري فيه ويشكي منه، ما تشريش يا اخي العزيز، انا لو كان جيت انا يا جواج ندير لك 500000 الكيلو باه ندي معاك الفايده، باسكو على بالي بلي تشريه وغير تهدر برك، غلات تروح تجري تشريه، ما تعلم تقاطع، ماذا بينا اخوتي ما نضلوش نشكو حنايا من الغلاء هذا والدجاج وكذا، نقاطعوا جدو الحلوف، لو كان نقاطعوه 10 ايام يهبط، ما ناكلوش الدجاج ناكل طعام باللبن، نشري السميد ونطيب الفطير وناكل الفطير، نشرب الياهورت يا سيدي، ناكل فرماج ونقاطع جدو الحلوف يولي البلاصتو، انتم تروحوا تشرو فيه والدنيا وتضربوا عليه وديروا عليه لاشين وتشكوا منه، ماذا بكم حبسوا هاد الشكوات، اذا حبيتوا هذا الدجاج يهبط قاطعوا جدو الحلوف، حبيتوا تشروه ب 60000 خليه 60000، وانا قلت لك يا الجواج دير جد مو 150 ندي الفايده معانا، راك تربح فور هيا السلام عليكم.